السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. حبيبنا شفيعنا هدينا إلى كل خير في مصلحة الأمة جميعا. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم متابعيني ومتابعين قناتي وقناتكم، قناة كل ما يخص ست البيت. فيديو جديد النهاردة من عند الطيور بتاعتنا. في الفيديو ده احنا جايين النهاردة نتكلم عن موضوع مهم جدا. حاجة كده في بيتك هي تعتبر كنز. آه، في البيت عندك. عندنا طبعا كنوز كتيرة في البيت بتاعتنا. هقولك في الفيديو ده على أعشاب كده هتخلي الطيور بتاعتك تقاوم برد الشتاء القارس اللي احنا فيه. طبعا احنا عارفين قد ايه الجو بارد دلوقتي. الأعشاب دي هتخلي الطيور بتاعتك تودع البرد وتودع العدوى والموت المفاجئ. كل الكلام ده احنا هنودعه وهنريح دماغنا منه تماما. بس خليكم معايا لغاية آخر الفيديو. هنتكلم عن شوية حاجات كده بالتفصيل، حاجات مهمة هنتكلم عنها بالتفصيل. هنتكلم عن 4 أعشاب مهمين جدا، كل عشبة مهمة. لازم نكون واخدين بالنا من حاجة مهمة جدا. طبعا الجو بيقلب فجأة كل يوم، رغم ان المفروض ان احنا في الشتاء، بس ممكن بنلاقي ان الجو ساعات يبقى فيه شوية دفى كده، وبعد كده نلاقي البرد داخل جامد تاني. وده بالنسبة للطيور يعتبر شيء قاتل، لان بنلاقي الطيور بتتعب، بنلاقي الطيور بتاعتنا بتكح، بنلاقي الطيور عندها اصوات غريبة كده طالعة منها، طالعة من صدرها كده خنفرة، طالعة من الفم بتاعها. طبعا عارفين ان الانتاج بيقل. الطيور بتلاقي الريش بتاعها نافش كده وكاشش. وبيبقى فيه برضو مشاكل تانية كتير بتحصل للطيور احنا هنكون في غنى عنها تماما. البرد في الشتاء ممكن يضيع تعب الطيور اللي احنا عاملينها. يعني تكوني انية الطيور بتاعتك بقالك فترة، وفي ليلة واحدة هتلاقي الطيور بتاعتك بدأ يحصل لها نفوق جماعي، موت جماعي. انا هجيب لكم الخلاصة بدل ما نجيب أدوية بفلوس كتير. لا، انا جايبالك النهاردة 4 أعشاب من المطبخ بتاعنا. آه، من المطبخ بتاعنا. الحاجات دي يا جماعة مفعولها أقوى من المضاد الحيوي بمراحل كتيرة جدا. لو عملت اللي هقولك عليه في الفيديو ده، طيورك هتبقى زي الحديد، وهتعدي الشتاء ده من غير ولا حالة موت واحدة. الطيور بتقع مننا في فصل الشتاء. قبل ما اقولكوا على الاعشاب دي لازم نفهم حاجة مهمة جدا. الطيور مش بتموت من السقعة، ولكن بتموت من تيارات الهواء، بتموت من ضعف المناعة بتاعتهم. يعني لو الفرخة بتاعتنا او الطيور بتاعتنا مناعتها قوية، هتقاوم اي فيروس موجود في الجو. عشان كده الاعشاب اللي هنستخدمها النهاردة بتلعب على حاجتين اتنين. بتلعب على اول حاجة ان هي بتدفي جسم الطيور بتاعتنا، بتلعب على ان هي بترفع كفاءة الجهاز التنفسي. ما بندفي جسم الطيور بتاعتنا ونرفع كفاءة الجهاز التنفسي، الاتنين مع بعض في نفس الوقت بيحققوا معادلة سهلة وطبيعية ومنطقية. لازم تكون موجودة في الطيور بتاعتنا. العشب الأول والتاني جميل جدا. أول عشب معانا هيكون هو الزنجبيل. طبعا الزنجبيل موجود في المطبخ عندنا على طول، لان احنا بنحطه في اكلات كتير، وبيعتبر برضو مشروب كويس جدا. في ناس بتحب تشربه، تشربه كده ان هي تدفي جسمها، او بتشربه مثلا للتخسيس. الزنجبيل ده يا جماعة يعتبر موتور تدفئة للطيور، لانه بيجري الدورة الدموية في جسم الطيور بتاعتنا، بيخليهم دايما حاسين بالدفى. طريقة استخدامه بتكون سهلة جدا. هنجيب نص معلقة صغيرة على كيلو علف. بعد كده هتشوف الطيور بتاعتك النشاط، هتشوفي الطيور نشيطة جدا. الطيور بتاعتك هتلاقيها راحة في حتة تانية خالص، لان الزنجبيل مش بس بيجري الدورة الدموية، لا ده بيحرق الدهون، بيخلي كثافة الدم مظبوطة كده، بيخلي حاجات كتير جدا في جسم الطيور متظبطة. مش هنحتاج لأدوية بعد كده. فاحنا معانا موتور بكل ما تحمله الكلمة من معنى. مش هنستغنى عنه بعد كده لما نشوف تأثيره على الطيور بتاعتنا.
وهنشوف قد ايه فعلا الزنجبيل ده بيفرق في الانتاجية وبيفرق في صحة الطيور بشكل عام. بعد كده عندنا يبقى اول عشبة قلنا عليها الزنجبيل. بعد كده عندنا عشبة مهمة جدا او عشبتين مع بعض كده هنستخدمهم، هما الثوم والليمون. الثوم مع الليمون حتى في الاكل بالنسبة احنا بنستخدم الثوم والليمون في اكلات كتيرة جدا مع بعض، لان الثوم والليمون دول بيعتبروا صيدلية متكاملة كده، بيعتبروا كده صيدلية لينا احنا، صيدلية كده. دول يا جماعة بنعتبرهم صيدلية بيحموا آثار البرد من الطيور ومن جسم الطيور، ومش ممكن نستغنى عنهم. ناخد بالنا ان اي آثار برد بتبان، لكن لو استعملنا الثوم والليمون مش بس اعراض المرض بتنتهي، لكن كمان المرض كله بينتهي والمشكلة بينتهي من جسم الطيور. نروح بقى اللي بعد كده، حاجة مهمة جدا، عشبة جميلة جدا. العشبة اللي هنقول عليها لازم اول حاجة نشوف مشكلة الرطوبة عند الطيور بتاعتنا. لو الفرشة تحت الفراخ مبلولة مفيش اي عشب في الدنيا هينفع، لازم نستخدم الجير المطفي تحت النشارة او التبن، عشان الجير بيمتص الرطوبة، بيقتل الفيروسات، بيخلي الرجول بتاعت الطيور بتاعتنا دافيانة. وطالما الرجول بتاعتهم دافيانة مش هيتعبوا من البرد ومن الرطوبة، لان رجليهم هي اللي بتوصل الرطوبة للعظم بتاعهم، فالعظم بيضعف الكالسيوم، بينقص، بيجيب مشاكل كتير جدا، مشاكل تنفسية بتحصل بسبب الرطوبة. كل ده احنا في غنى عنه، ولما نتخلص من الرطوبة نتخلص من كل الأعراض دي. العشبة الثالثة والرابعة معانا دي تعتبر قاهرة للأمراض التنفسية. العشبة الثالثة هي النعناع. لو بنسمع صوت خرفشة كده أو عطس، النعناع المغلي هو ده بيكون أسرع حل، إن هو بيفتح الشعب الهوائية، بيوسع التنفس بتاع الطيور. لكن لو سيبنا الطيور بتاعتنا كده مش عارفة تتنفس، فممكن نلاقوهم بيموتوا، لان النفس بتاعهم مبقاش شغال ومفيش اي حاجة يعني بتوصل للطيور بتاعتنا او الاكل او كده، لان هم بيقطعوا الاكل. وحتى الاكسجين ما بيدخلش جسم الطيور بتاعتنا، هو بيشتغل كالوقود كده. لو مفيش الوقود ده الطيور بتاعتنا مش هتدينا اي انتاج، ولا هنعرف نستفيد باي حاجة منها خالص، لان الاكسجين اللي داخل بالعافية وبمشاكل. لازم برضو ناخد بالنا من حاجة مهمة جدا. العشبة اللي بعد كده احنا قلنا عشبة النعناع المغلي اللي بتقضي على الامراض التنفسية والخنفرة. العشبة اللي بعد كده هي الكركم، بنضيفه للزنجبيل، دايما بنستخدمهم مع بعض كمنشط كبد، قاتل سموم، مقوي عام. معلقة كبيرة على العلف هتخلي الطيور بتاعتنا زي الحديد، معلقة كبيرة منه على العلف هتخلي الطيور كويسة جدا. ناخد بالنا ان التربية في الشتاء حاجات كتير ما ينفعش ان احنا ما نهتمش بيها. لا، التربية في الشتاء حاجات كتير لازم نهتم بيها، زي الفرشة ما تكونش مبلولة، نستعمل الاعشاب، اعشاب كده بتدفي، اعشاب بترفع المناعة، اعشاب طبيعية زي الليمون والثوم والبصل. كل الحاجات دي بتكون ضرورية في الشتاء، وإلا الطيور بتاعتنا هتتعب وهتعاني معاناة كبيرة جدا لو ما استعملناش الحاجات دي. احنا قلنا في الفيديو ده على 4 أعشاب مهمين جدا. قلنا الزنجبيل، وقلنا الثوم والليمون، وقلنا النعناع، وقلنا الكركم. حاجات مفيدة يا ريت نستخدمها للطيور بتاعتنا عشان نعدي مرحلة الشتاء بسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.